مستمعينا للي عم يسمعونا عبر التردد 103.5، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور عادل حسين، اختصاصي بجراحة القلب والأوعية الدموية. اليوم هيك اخترنا موضوع بالمشاركة مع دكتور عادل، مواضيع مهمة كتير، محاور جدا مهمة، هي الأمور اللي بتقع على عاتق المريض أو الطبيب بعد العمل الجراحي، بعد المداواة إذا جاز التعبير. شو هي اللي عم يتطلب من الطبيب ما بعد العمل الجراحي، أو أي إجراء أو استقصاء عم ينعمل للمريض، أو المريض نفسه حتى يتابع حالته. اسمحوا لي رحب بضيفنا الدكتور عادل حسين. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا بكم، أنا كمان مبسوط أكون مرة تانية معكم. شكرا لك دكتور. حقيقة أطباء جراحة القلب الأوقات عندهم شوي كتير يعني ثمينة خلينا نسميها، ولكن نحن حبينا هيك نستفيد من خبرتكم ومعلوماتكم لحتى نوصلها للمستمعين، للي عم يسمعونا. مستمعينا انتم عم تسمعونا عبر التردد 103.5 اف ام، موجة الاف ام. ايضا للي عم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي، فيكن عبر اي كومنت تكتبوا الرسالة رح نجاوب عليها. مثل ما قلنا لكم اليوم هيك مواضيعنا محاور جدا مهمة بما يخص كل شيء يتطلب من المريض والطبيب ما بعد العمل الجراحي أو الاستقصاء المجرى، كالعديد من الإجراءات اللي عم تنعمل. بالبداية دكتور كمدخل لحلقتنا، خلينا نبلش من القلب المفتوح. شو بيتطلب من الطبيب توصياته للمريض، وشو بيتطلب من المريض المتابعة والحرص؟ القلب المفتوح لازم يعرف كل مريض عندنا شو كان مرضه، يعني إذا كان مرض الشرايين، إذا كان مرض الفتحات، إذا ما كان مرض الصمامة. ما في علاج دائم لهيك أمراض عند، خاصة عند البالغين. شغل اللي مطلبها المريض ومن الطبيب المتابعة الدائمة، المتابعة السنوية. هاي المتابعة السنوية تقريبا موجودة عند الكل المرضى وعند الكل الأطباء، بس اللي متابعة اللي ما نحن شايفينها بعد شيء 8-9 سنوات من العملية، شو لازم الطبيب يا المريض يسوي بهيك حالات. هاي لسه المنطقة لنا تفتقرها بصراحة، وهاي لازم نركز عليها شوي عنا. هاي الثقافة ما أنا موجودة حقيقة يعني. دكتور نحن فهمانين انه مثلا المريض اللي عمل فرضا صمام عملية قلب مفتوح، او انه خلص انا شفيت بشكل نهائي، بينسى حاله مثل ما ذكرت، انه هو جسمه او هو قابل للمرض نفسه هو يتكرر عنده، او مثلا تجي حالة اخرى يعني. فبالنسبة للعمل القلب المفتوح هدول هن دكتور، لو نتطرق ل محور اللي مثلا لعمل شبكات قسطار قلبي مثلا. هلا لو رجعنا للشبكات، هي شبكات اللي بيحطوها المرضى القلبية بصراحة كانت شبكات معدنية. أول شيء كان عمرها مو طويل. هلا بنحط كل المراكز يعني بيحطوا شبكات دوائية، هاي عمرها طويل، يعني أقل شيء 10 سنوات إذا حالف الحظ المريض. لهيك يعني متابعة سنوية كافية. إذا الشبكات بعد 10 سنوات حتى لو ما في أعراض، يا 8 سنوات ما في أعراض، حسب طول وقطر الشبكة ومكانها لازم يعيد القسطرة. تمام. إذا تكلمنا عن 3 شرايين موجودة عند الإنسان، الشريان الأمامي النازل، شريان المنعكس، والشريان الأيمن. ممكن نقسمها ل3 قطع، القطعة الأولى، الثانية، الثالثة بكل شريان. إذا بالعادة المعروفة هي بشكل عام إنه القطعة الأولى هي القطعة للشبكات، القطعة الثانية هي القطعة الجراحية، يعني القطعة الثالثة هي لا تصلح للجراحة ولا للعمليات إلا بالشريان الأيمن، اللي بتكون بصراحة من 3 قطع وقطعة نهائية، فروع نهائية. هاي لساتها بتصلح. شغلات اللي لازم ننتبه، مثل ما قلنا المرض لا يشفى. مرض الشرايين الكليلية ما في له شفاء، يعني حطيت شبكة خلاص مو هالشبكة حتشفي لك، ولو عم تصير جواتها غشاء جديد، انت ما بيسموه جديد، عم تغطي الشبكة، بس المرض ما حينشفي. بالمستقبل ممكن هالشبكات يعني شي 8-10 سنوات تصير يعني كمان تضيق فيها. إذا في شبكتين ورا بعض مثلا خاصة بالشريان الأمامي، هاي خطورة كتير عالية. يعني لازم واحد ما يستنى 8-9 سنوات، بصراحة 6 سنوات لازم يعيد له قسطرة جديدة مشان يتأكد إنه ما في تضيق بالشبكتين متتابعتين. أما إذا تدخل شبكتين، واحدة داخل الثانية جوا يعني شبكة داخل الشبكة وداخل الشريان يعني متداخلة، هاي لازم تكون قسطرة كل 5 سنوات بصراحة، وخاصة بالشريان الأمامي النازل.
هي معلومات حقيقة ما كنا يعني عرفانينها. لكن الدكتور من شوي حكينا عن موضوع الشبكات القديمة اللي كانت سابقا تنحط، اللي هي كانت معدنية. لو نشرحها للمستمعين انه بين الفرق بين الشبكة الدوائية والشبكة المعدنية. الشبكة الدوائية والمعدنية، هي الفرق بين إنه في بالشبكة الدوائية دواء يعني بيخلي التضيقات أدوية يعني مضادة للتخثرات، تخلي التضيقات ما تحدث، تخلي النوية اللي انت ما تصير أكتر، فيها شوية كورتيزون حسب الشركة الموجودة فيها، يعني ما بتكون بسهولة تضيقات تحدث بالشريان. هاي الفرق. مثل ما قلنا حتى الوصلات الشريانية اللي عم نحطها كجراحين ما لا يعني شفاء، يعني ما هي علاج للأبد. يعني الوصلات اللي عندنا يعني بصراحة إذا كان الشريان الأمامي النازل يضل أكثر من 10 سنوات يعني معروفة إذا حظ المريض كويس، أما الأوردة بتبقى لشيء يعني 10 سنوات يعني. لهيك إذا المريض مسوي يعني مسوي عمل جراحي لازم بعد 8 9 سنوات حسب الشرايين اللي عنده اياها يسوي له قسطرة جديدة مشان يتأكد من شرايين تبعه، يتأكد من اذا في تضيقات جديدة صايرة، اذا الوصلات لسه مفتوحة، لانه المرض ما فيه شفاء. ايوه. الشغلة اللي لازم ننتبهها يعني المريض يعني ممكن يعني لو سووا فترة يعني مناسبة قسطرة بعد العمل الجراحي بست 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات ولو ما اندوارت، ممكن يكون في تضيقات بهالوصلات تبعه، واحد يقدر يعالجها بالشبكات، لأنه إغلاق فجائي للوصلات يعني الشرايين ممكن تحدث قصور قلب، ممكن يدفع المريض من قدامه يعني من ما وراءه وما قدامه من مصاري بصراحة. ما غير انه حيتحمل قصور القلب اللي يحصل بهالفترة. تمام دكتور، يعني يعتبر هذا الشيء بروتوكول ضمن اختصاصكم انه من المفروض تتبعوه هيك يعني؟ والله هي مو بروتوكول بس يعني شلون هلا بلاد البرا في متابعة دقيقة، لانه المريض ما عم يتحمل شيء من العلاج تبعه، الدولة تتكفل تتضمن له كل شيء، تتضمن له المتابعة. اي شغلة بسيطة خلاص الطبيب الاخصائي بحاولوا على قسطره، على طبقه محور الشرايين الاكليليه، يعني حسب المرض الموجود. عم نحكي على اكثر مرض موجود هو بالمنطقه هو مرض الشرايين الاكليليه، وبعدين بتيجي الصمامات عندنا. صح. مثل ما ذكرت دكتور، يعني حقيقة الفرق بيننا وبين دول أوروبا وللي قاطنين برات أوروبا، حتى هنيك عندهم الدولة بتلزمهم لمراجعة دورية خلال كذا سنة حسب مرضه حسب حالته أكيد. يعني دكتور، هلأ موضوع النقاهة نحن يعني من المتعارف أي مريض سواء كان حتى خارج موضوعنا الجراحات العامة، الجراحات النسائية والأخرى، يعني موضوع النقاهة هو أمر ملزم فيه الطبيب أو المريض. لو نحكي عن فترة النقاهة مع بعد العمل الجراحي، فرضا القلب المفتوح، شو هو المطلوب من الطبيب والمريض؟ والله هو الطبيب المتابع حالة المريض من خلال تخطيط القلب، الإيكو، التحاليل كلها لازم يتابع أي شيء، أي شغلات جديدة بالتخطيط يا بالإيكو يا قلنا بالتحاليل لازم يتابع ويشوف شو الإجراءات اللازمة. من المريض يعني الشغله المهمه هو شو الشكايه اللي بتحدث عنده، شويه انه يتابع حاله بالرياضه ما يتكاسل، هاي شغله كتير مهمه. هي فتره النقاهه ليرجع المريض لحالته الطبيعيه بدها 3 اشهر بصراحه بعد العمل. 3 اشهر ليلتصق العظم القص اذا كان مفتوح من امام، اذا كان من جانبي لسه اسرع، بس يعني 3 اشهر بدها فترة نقاهة ليعود المريض لحالته الطبيعية قبل العمل الجراحي. في دول يعني بفترة النقاهة مدوها ل6 اشهر مثل اليابان. هاي شو بيسووا بهذا ال6 اشهر؟ بيعيدوا تقييم كل الحالة اللي عنده خاصة الشرايين، بيسووا له قسطرة قلبية جديدة مشان يتأكدوا من الوصلات إذا فيها أخطاء ولا لا. تماما. أيوة، ومشان يصحوها. هاي ما موجودة حتى بالدول الأوروبية، بس هاي موجودة باليابان. عندهم يعني ما بعرف العلم أكثر شوية اهتمام أكثر من عندنا. أكيد. عندهم ما كتير مصاري اللي عندنا. صح طبعا. الدكتور، كتير من المرات بنسمع للي بيعملوا عملية قلب مفتوح بالأخص الكبار بالسن بيصيبهم انصباب جنب. لو نحكي عن هالموضوع هذا، المحور هذا، هو الانصباب الجنب اللي بيحدث بعد العمل الجراحي أغلبه هو شوية يعني النزح بيسموه من الجرح، يعني خاصة إذا عنا هي بسطت الفكرة للمستمع يعني أظن فهموها يعني. النزح يعني من الجرح. عنا في عمليات شرايين
في عمليات صمامات هاي بنعتبرها عمليات الشرايين أغلبها شو انصباب الأيسر. مهم. إذا ما في قصور قلب تخطيط كله كل شيء طبيعي، خلاص هذا الانصباب واحد يعالجه بالمدرات. إلا إذا تكرر ممكن يكون متلازمة ديسلر، هاي بسموها هي شوي التهابية غير جرثومية غير فيروسية ارتكاسية بسموها. ارتكاسية، نعم. هاي بنعالجها بمضادات ستيروئيدية، هاي نادرة جدا بصراحة. مهم. بس الشغله الشائعه هون يعني كل مريض طالع من شبكات يعني من العمل الجراحي جاي من الشام معه كولشيسين. كولشيسين ما بعرف يعني صاير يعني كانوا بيعطوا للمريض قبل ما يصير له شيء، كانه كل مريض حيصير له انصباب ارتكاسي. تمام. بعض الصمامات بصراحه بعض الصمامات لازم واحد يهتم فيها اذا انصباب تامور، لانه انصباب الاغلب الصمامات عملياتها لسه بعد العمل الجراحي التامور مغلق مو مفتوح على الجنب، بينما العمليات الشرايين اغلب الجنب مفتوح، لهيك ما في انضغاط على القلب. بينما عمليات الصمامات اذا في انصباب تامور ومغلق ممكن يؤدي الى توقف القلب، عمل القلب يعني ضاغط. انصباب تامور ضاغط تمام. يوقف العمل القلب، هذا بيسوي هاي حالة إسعافية لازم واحد يسحب السائل التامور. أيوة. يعملوا بزل. يا بزل يا يفتح له شوية جراحي ياخده من إلى برا يعني. تماما. أيوة هاي أخطر شيء هاي بصراحة تبع انصبابات الصمامات. أو بعد العمل الجراحي حالات اللي بتصير فيها معروفة، في حالات بصير قصور قلب بعد العمل الجراحي. غير مفسر يعني. لا مفسر. هاي هذا المفسر اذا بعد العمليات الشرايين ممكن الوصلات ضاربه، ممكن اثناء العمل الجراحي ما تكون تغذيه القلب كويسه صار فيه قصور. بعد الصمامات اغلبها بعد الصمامات التروية يعني هو كان عنده قلب قبل ضعف قلب، وبعد الصمام صار أكثر يعني. الطبيب مو حاسس، خاصة صمام التاجي إذا عنده قصور والمريض أو الطبيب سكر له إياه هذا الصمام بقى ما في يعني مثل هلا فنتيل بيسموه يعني بيرجع المي لورا بس بيدفشها قدام، ما في لورا بينحبس بالقلب. القلب وظيفته تقل. صح. بقى شو بيصير؟ خلاص ما بقى يشتغل، يبقى المي بالجنب اليمين اليسار. هاي حالة شوي خطرة لازم واحد ينتبهها، وهاي كتير بتصير بصراحة لأنه المرضى عم يتخرجوا من الشام خاصة بسرعة بعد العمل الجراحي. ما شفت بحياتي بعد العمل الجراحي ب3 أيام مريض طالع من العمل الجراحي للبيت وعم يراقبوا، لأنه كلها هاي شغلة بصراحة هي قصة مصاري مو أكتر. عايش المريض الطبيب قديش جراح خاصة قديش بده التكلفة من العمل الجراحي يربح. وهي موجودة بالشام يعني. بالبلاد البرة ما في شيء اسمه قانون طالع المريض. أبسط عملية هي عملية متكة بيسموها، هي فتح صدر جانبي نحط له شريان على الوصلة على الشريان الأمامي النازل. هاي بالقانون الأوروبي 5 أيام، أقل من 5 أيام ما بتطلع من مشفى. تماما. ولا يتأكدوا كل شيء مزبوط، لأن القانون الأوروبي إذا ما في يعني بالمشفى كله التخطيط والإيكو والصور كله والتحاليل الطبية طالع المريض، هاي مسؤولية المشفى، تتعاقب المشفى ككل وخاصة رئيس المشفى. تماما. هاي هي حقيقة دكتور، حتى عنا بالمنطقة شوي هيك خلينا نكون جريئين يعني على هالنقطة هاي نحكي فيها بغير اختصاصات يعني. مثلا بدول الأوروبية الولادة الطبيعية بتبقى بتمكس بالمشفى كذا يوم، فترة نقاهة لحتى الأم تتماسل للشفاء. للأسف نحن عنا القيصرية بيشتغلوها الصبح المساء بتتخرج يعني. مهما كان يعني بظن انه هاي كمان تعتبر من احد الاخطاء اللي يعني من المفروض ما يتبعوها الاطباء. نحن اليوم هيك صحيح عم نحكي عن مجال جراحة القلب والاوعية الدموية، ولكن باختصاصات اخرى ايضا يعني الاستهانة بصحة المريض والاختلاطات الممكن تصير يعني جدا فيها لا مبالاة يعني. والله فيها مبالاة كتير خاصة من أطباء الشام يعني. أطباء اللي هون لسه شوي عندهم خوف من المنطقة بصراحة، لأنه منطقة عشائرية بصراحة. بس بالشام شو ما بيصير معهم يعني ما حدا بيسأل عنهم بصراحة. هاي الموجودة يعني. الشغلة اللي هلا ذكرتها شغلة القيصرية، بصراحة ما لقيت قيصرية مثل اللي هون يعني أنا كطبيب كان عندي زميل جينيكولوج بيسموه طبيب نسائية، إذا سوى قيصرية بتعتبر حالته يعني مزرية. أيوة، لأنه المشفى ما بيقبل. أيوة، لازم يراقي طريق ولادة طبيعية. قديش ما واحد يسوي قيصريات معناته هذا طبيب نسائية فاشل. نعم. أيوة، ونحن كمان لازم يعني قديش ما نسوي عمليات مو لازمة. هاي بصراحة ما عندنا متابعة هون، بس بلاد برا يعني. بذكر قبل 2 سنين طلع تقرير من ألمانيا إنه 10,000 عملية ديسك طلعت
زايدة، يعني ما أنا بحاجة. ما لها بحاجة. ما أنا مضاد هلا استطلاع ايوه، يعني. نعم. هلا بأوروبا خاصة بألمانيا كنا عم نتابع المريض شهر واحد، بعدين صار 3 أشهر، بعدين سنة، هلا 3 سنوات. 3 سنوات متابعة النتائج مشان الدولة تعرف أي مشفى أكيد. نتائجها كويسة، شو من نتائجها كويسة، مشان توزع المرضى على المشافي يعني تحت الاختصاص بسموها، يعني مشفى خاص بالشرايين، مشفى خاص بالصمامات، مشفى خاص بالأطفال، جراحة القلب الأطفال. هاي هلا شوي شوي بألمانيا تصير، هون ما حتصير عنا. هون حتى مثل ما قلنا يعني المتابعة، يعني أهم شيء المريض يطلع من العملية عنا واخذنا المصاري تبعنا، خاصة من أهل للأسف. الشام. للأسف ايه، يعني. وشو بيصير ما بيصير ما في متابعة. بالنهاية المريض هو اللي بيدفع المريض يدفع والله. المريض ضريبة كمان يعني. يعني حادثة قبل يومين صارت بالشام، يعني طبيب ذكرت لي انه صارت قناة شريانية سووها بالشام، طفل توفى بالشام، اجا قام حط، لانه هاي الزميل موجود بالشام، اهل حطوها بالسجن، مع انه الزميل ما كان موجود بالعملية وما تمام. كان موجود بالقسم بهالوقت، بس للأسف. قال والله انتوا دخلتوا بالعملية وهيك صار بالطفل تبعي. هو الاهل ما قدروا يحكوا مع للأسف. الطبيب الشامي، اجوا حكوا مع الطبيب اللي من القامشلي يعني. أيوة. هاي صار يعني، هاي المشكلة للأسف. يعني كأنه نحن يعني جزارين على أهلنا، والله مو جزارين على أهلنا، بس بدنا يعني يعني شلون ما كان إلنا شوية ضمير أكثر من غيرنا على أهلنا، أعتقد هون أكيد. بالمنطقة. تماما أكيد. حابب أذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، أنتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا عبر التردد 103.5. ضيفنا بالاستديو دكتور عادل حسين، اختصاصي بجراحة القلب والأوعية الدموية. عم نحكي عن ملاحظات، خلينا نسميها متطلبات أو أمور عم تتطلب من الطبيب أو من المريض نفسه بعد العمل الجراحي، بعد التشخيص، بعد الإجراءات اللازمة أو المجراة له، سواء مهما كانت بسيطة يعني هالإجراء هذا أو العمل الجراحي. دكتور، لو نحكي عن موضوع الصمامات والشرايين والأوعية كمان، هل هدول كمان شو المطلوب من المريض أو الطبيب؟ والله إيمت بده إعادة تقييم مثلا بحاجة له؟ الصمامات هي إعادة تقييم سنوية بصراحة. أي التهاب عام يكون عند المريض، أي ارتفاع حرارة، لازم واحد ينتبه إنه موجود عنده صمام يا طبيعي يا صنعي، هذا لازم واحد يتابعه بالإيكو إذا ما في التهاب. إذا صار التهاب واحد بأسرع وقت لازم يعالجه بالتهابات، مضادات التهاب الجرثومية تحت مراقبة دقيقة. إذا شفي كويس، إذا ما شفي وصار خراج، وإذا صار آه، قصور بالصمام يا بارافالفولير، يعني جنب الصمام يهرب، هاي شغلات لازم واحد يعالجها بقى جراحيا حسب درجتها. مثل ما قلنا شرايين هي كمان سنوية، بعد 8، يعني أنا نصيحتي بعد 8 سنوات خلي كل مريض مسوي عملية قلب مفتوح للشرايين الإكليلي يعيد له قسطرة حتى لو ما عنده أعراض. هاي كنصيحة قبل ما يدخل. الصمامات سنوية، ما بدها قسطرة لا شيء، بس فقط إيكو عند الطبيب القلبية يتابعه. إذا عنده عمل جراحي لازم ياخذ ياخذ موافقة الطبيب القلبية تبعه مشان الإجراءات تبعها، يعني صح. مشان تمييع شغلات هيك، ومشان متابعة بعد العمل الجراحي. هي شبكات مثل ما قلنا، الشبكات القلبية هي أصغر الشبكات، يعني قطرها بتتجاوز يعني تصل ل3.5 أكثر شيء، في 4 كمان شفنا. هاي يعني متابعتها سنوية بالإيكو والتخطيط والتحاليل. بس بعد يعني 10 سنوات يا 8 ل10 سنوات، إذا شبكة واحدة يعيد له قسطرة، إذا شبكتين متتابعتان بصراحة خلي 8 سنوات يا 6 سنوات، إذا شبكتين داخلين سوا 5 ل6 سنوات، إذا 3 شبكات. في عندي مريض إذا داخل عنده 3 شبكات جوات بعضها، يعني نعم. هاي بدها 3 سنوات، كل 3 سنوات يعني بده إعادة تقييم مشان نشوف إذا صار تضييق ولا لا. قديش ما طول الشبكات موجودة قصر، لازم يكون فترة إعادة القسطرة قريبة. تماما. شبكات في بصراحة في مرضى جايين من الشام شبكات السباتية، هاي يعني هذا تقييم سنوي بدها كأي إجراء وعائي. شبكات اللي بالرجل كمان يعني سنويا مرة واحدة كافية، إلا عند شكاية لازم واحد إعادة التصوير. أكيد. هاي
خطورتها لسه أقل من القلبية، مهم. إلا بحالة السباتي بصراحة هي خطورتها شوي عالية إنه تنسد الشريان بسرعة. وهدول المرضى الواحد لازم يسكر يركز عليهم، خاصة إنه شبكات واحد طول الشبكة لأيمتى تمتد، لأنه هاي مو شبكة يعني كبيرة واحد يقدر يطلعها مباشرة من شريان. لسه نقدر نطلع لأن شوي الشريان كبير يعني شي نص تماما. سنتي أكثر من نص صح. سنتي نسحبه، بس حسب الطول الشبكة قديش حاطط فيها ولوين واصلا نقدر نسوي له عمل جراحي ولا لا إذا صار فيها تضيق. تماما. بينما الوصلات بالعادة أي وصلة بنحطها على منطقة سليمة، إلا بحالة السباتي بنشيل العصيدة من مكانها وبنسكر الشريان. يعني تضيقات يعني لو صارت فيها واحد يعالجها مرة ثانية وثالثة والرابعة. بينما بالشبكات اللي حالة شفتها أنا الشريان الأمامي النازل عند 28 سنة هون بالجزيرة، شبكات من أوله لآخره. سألت الطبيب ليش هيك حطيت؟ قال بس يصير تضيق حط الشريان عليه. قلت له وين أحط لك شريان عليه؟ هذا خلاص الشريان راح، إذا تسكر راح، إذا صار تضيق تحط له شبكة جديدة، شبكة جوات شبكة. هاي خطورتها لسه أعلى. أعلى. هاي لازم واحد ينتبه عليها بصراحة. مثل ما قلنا قديش تعداد الشبكات ورا بعض جوات بعض فترة قصيرة. أكيد. الصمامات تعدادها إذا مسوية بعمر صغير لازم متابعة تكون أدق، لأنه الإنسان عم يكبر. إذا سوينا تغيير صمام من الشريان الطفل بعد كم سنة لازم نعيد العملية. هاي معروفة بقى بدها متابعة سنوية. اللي متابعتها دقيقة هي الشرايين، يعني اللي نقدر نسوي له شيء كتير بصراحة هي الشرايين والصمامات. أكيد. تمام. يعني بس مو عند كل مريض، مهم. وخاصة هلا بإجراء العملية الثانية بالقلب المفتوح بالسوري يعني شغلة روتينية صايرة. طبعا. عم ذكر مستمعينا الذي عم يسمعونا انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور عادل حسين، هو مقيم وجراح قلب مقيم بدولة ألمانيا. طبعا هو هلا حاليا صار له فترة موجود بمدينة القامشلي. هيك اليوم حبينا نحكي عن مواضيع ومحاور مهمة جدا. لو نحكي دكتور عن موضوع فتحات القلب عند الأطفال. فتحات القلب، هاي الفتحات لازم واحد يعرفها شو كبرها وين موجودة وشو تأثيرها على القلب. إذا فتحات صغيرة ما لها تأثير هيموديناميك على القلب بصراحة واحد يتركها. مهم. يعني ممكن الإنسان يولد بفتحة فتحتين صغار وتبقى معه للأبد ما في شيء. فتحات الكبيرة اللي عم تأثر على القلب هاي لازم واحد يسكرها. إذا سكرها بدها متابعة يعني أغلب الفتحات اللي عم تتسكر قليل ما ترجع تفتح، يا ممكن. يصير معها شوية ديهيسنس، يعني تفتح بشي قرن محل صغير. هاي حسب موجوداتها. الأطفال يعني اليوم يعني كل يوم عم شوف حالات مرزية هون بصراحة، لأنه ما في متابعة للأطفال خاصة بعد الولادة. بعد صح. الولادة لازم كل طفل يشوف طبيب أطفال بصراحة. أقل شيء فتحات، لأنه في أطفال بيكبروا بيصلوا ما بينمو لفترة وما بقى يصير نمومانيا، بيصير مشاكل صح. جديدة ما بينتبه. بهالفترة الطفل ما بقى يصلح للعمل الجراحي، وهاي الحالات موجودة كتير. وفي أخطاء تشخيصية كمان بصراحة، مهم. لأنه المنطقة لساتها نامية. بس الشام كانت موجودة، كانت حتى لو بالشام بعد المسافة خلت أخطاء تصير وقلت العمليات. المرضى اللي كانوا بيحتاجوا العمليات وكان واحد يساعدهم. يعني واحدة من ضيعتي يعني عمليته كانت كتير كتير سهلة، يعني هي وصلة بين القلب والشريان الرئوي ما نسوى له. هلا ما بيصير معه، يعني ما بيصلح عمل جراحي ابدا له. بحالة فقط تصلح انه يصير له زرع قلب ورئتين، مو قلب لا حل، رئتين كمان. رئتين معه كمان. الأعضاء النبيلة يعني. ايه هاي الاعضاء. هاي التاخير بالتشخيص، تاخير الاهمال. والله الاهل ما اقدر اقول لهم اهمال، هن تابعوا شوي بس الاطباء يعني. نعم. أحيانا التشخيص نفسه هو يكون ايه التشخيص يعني في يعني وين ما كنا نحن اطباء نحن بشر في إلنا أخطاء. ما نقول نحن رب العالمين بس عنده ما عنده خطأ. تمام. يقدر يشفي الإنسان من كل شيء. أكيد. إيه. دكتور، نحن دائما وصلنا هيك لنهاية حلقتنا ومحاورنا للي إذا في حابب محور تطرحه أو فكرة تطرحها قبل ما نتحول لموضوع النصائح الوقائية بشكل عام لكل المرضى والأصحاء للي انخضعوا لإجراء سواء كان
قسطرة قلبية أو زرع شبكات أو عنده آفة بالأوعية، عنده آفة قلبية، سواء كان طفل من اللي ذكرتهم. هيك نحن نختم حلقتنا بمجموعة من النصائح، لكن قبل إذا ضل شيء محور حابب تحكيه تفضل. والله أنا شيء بس بدي أحكي للمرضى وللسادة المستمعين إنه لا يخافوا من القسطرة القلبية. ما بعرف، القسطرة القلبية هون كأنه رعب صار صح. بالمنطقة. يعني هي إجراء روتيني أقل خطورته، خاصة إذا واحد سواه بالوقت المناسب، قليلة جدا جدا. يعني صح. 1 من 1000 ل10,000. بينما إذا صار بالحالة الإسعافية بتصير 1 بالمية. نعم. هاي شغلات لازم التفكير تبعنا يكون شوي أوسع من هيك. يعني ما بعرف، يعني بقول للمريض سوي قسرة، حموت حموت حموت، لازم أهرب على الشام. شو هذا؟ تمام. المنطقة في معبعين الشباب اللي بيسووا قسطرة في مراكز متعددة صايرة. بالعكس يعني هاي شغلة الكويسة. يعني من هون وين ما تروح صار مراكز قسطرة. هاي شغلة اللي بقول لها. العمل الجراحي الثاني على القلب شغلة يعني ما صارت صعبة، نعم. بس ولو التكلفة صارت يعني لسه الراب صراحة. الشغلة اللي ما صارت هون هي مراكز حكومية بتتكفل بالتكلفة. نعم للأسف. كويس، أيوة. يعني تكلفة العمل الجراحي القلبي الثاني بصراحة عالية، والأول لساته عالية، بس ما في مراكز تتكفل بهيك. صح. مم. تماما. شكرا لك دكتور عادل حسين، اختصاصي بأمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية. شكرا لك دكتور. يا هلا يا هلا، الله يعطيكم العافية. شكرا لحسن متابعتكم مستمعينا ومتابعينا الذي كانوا عم يسمعونا عبر التردد 103.5. شكرا لزملائي بالكنترول والبث المباشر. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.